الامر يصل الى صحيفه جزائريه صحيفه الشروق، هي هيجي يقول لك ده خد بالك ده مش مقال ومش راينا، ده واحد بعت لنا قارئ واحنا نشرنا رايه. ما ينفعش. ما هو لو قارئ بعت لي راي بيسب او بيشتم ما اقدرش انشره، لان انا اللي هتجازى وانا اللي اتحاسب. وصلت بصحيفه الشروق، ويمكن حضراتكم شايفينها على الشاشه، لكن انا هحركوا جزء منها. ممكن برضو القارئ يبعت او ان هو يتهجم على منتخب مصر، يتهكم على منتخب مصر، ده مقبول والله العظيم مش هنزعل منه. لكن يوصل التهكم والسخريه ان احنا ناخد ايات القران الكريم نشيل الفاظ ونحط الفاظ ونركبها عشان نسيء لمنتخب مصر، يا جماعه ما وصلتش لكده ابدا، وما تبناش ان هي توصل لكده. يعني اسف، ملعون ابوها كره قدم ممكن توصلنا ان احنا نسخر او نتهكم من ايات القران الكريم. بل تذهب كره القدم الى الجحيم، يذهب كاس العالم كله للجحيم. لكن هنوصل ان احنا هقرا لكم حضراتكم فقرات قبل ما بسخن. واذ قال شحاته لسمير زاهر اني رايت 11 لاعبا، يقصد المنتخب الجزائري، ورواندا وزامبيا رايتنا معهم خاسرين. خدوا بالكم هو بياخد ايات من سوره يوسف. قال يا شحاته لا تقصص رؤياك على اللاعبين فيتيح لهم شعاف المورال، وكل الصحافه ان هذا من كيد الجزائريين. وقال شحاته اني ارى 7 نقاط خضر و4 مصريات و9 نقاط باقيات، يا ايتها الصحافه افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون. انا مش هكذب، انا عايز بس واحد جزائري ايا كان في مصر ولا في اي مكان في العالم العربي اذا كان سمعني انا راضي بحكمه، ان الكلام دوت يتنشر في صحيفه جزائريه المفروض انها صحيفه محترمه، ان احنا وصل بينا لحد ان احنا ناخد ايات القران الكريم ونبدل في الفاظها عشان نتهكم او نسخر من منتخب بلد عربي. كنت اتمنى ان انا اختم بحاجه احسن من كده، للاسف. اشكركم ونلتقي الاسبوع القادم على خير بمشيئه الله. السلام عليكم ورحمه الله.